فيلمنا النهاردة بيحكي عن الراجل اللي كان نايم في السرير وكان نايم نوم عميق. فجأة دوشة عالية جدا صحته من النوم، المية داخلة جوه الأوضة من كل حتة. هو قام مفزوع بيدور على المية دي جاية منين، لكن اتصدم لما شاف إن أرضية الكابينة سليمة ما فيهاش حاجة. اللي حصل إن كان في فتحة ضخمة في حيطان الكابينة. مية البحر كانت داخلة بجنون. جري بسرعة علشان يسحب الشراع لتحت على أمل يبطئ المركب ويخليها تهتز أقل علشان المية ما تدخلش أكتر. ولما الشراع نزل جري بسرعة مسك عصاية معدن بتتنى من شنطة الطوارئ وراح على حافة المركب. جري ناحية المخزن ورفع شوال رمل تقيل، طلع فوق الحاوية ومرر الحبل من فوق الفتح. ربط الحبل كويس جدا ورمى الشوال في البحر، والوزن نزله طبعا لتحت بعيد جدا، والمية اللي جوه الكابينة وقفت إنها تعلى. في اللحظة دي هو أخد نفس طويل من الارتياح. دلوقتي كل اللي محتاج يعمله إن يسد الفتحة وبعدها يقدر يكمل إبحار. ولما فكر في ده ابتسم أخيرا، ولأن الوقت كان لسه بدري الراجل خلط قماشة الفايبر جلاس مع مادة الإيبوكسي الراتين. قعد يقلب الخليط بمهارة وجهز بسرعة مادة عشان يسد بيها الفتح. هو قعد جنب حيطان المركب وبدأ يدهن الخليط بعناية على المكان اللي فيه المشكلة، بيحاول يسد الفتحة. فضل شغال من الصبح لحد غروب الشمس، واكتشف إن شغل الترميم ده أكبر بكتير مما كان يتوقع. رجليه بدأت تترعش من التعب، ولو ما كلش حالا جسمه هيقع. فهو استخدم الصمغ اللي كان مجهزه امبارح علشان يغطي باقي الشرخ، وملأ الفراغ بالمواد اللي فضلت معاه. أخيرا الفتحة اتقفلت كويس جدا، لكن لسه ما خلص. دخل جوه ونظف الكابينة كلها من فوق لتحت، ولما الصمغ نشف تماما شغل الطوارئ خلص رسميا. وقتها بس قدر ان هو يرتاح وقعد يقرا رواية. ولما جه ميعاد الاكل جري بسرعة على الكابينة، اخد بلطو المطر وطلع فوق سطح المركب علشان يسحب الشراع لتحت قبل ما الريح تشيل اليخت. لكن فجأة هبت رياح عنيفة رمته على السطح. حاول ان هو يقوم تاني على رجليه بس الوضع خطير، وبعد صراع طويل قدر يطلع تاني على السطح ويرجع لليخت. زحف جوه الكابينة علشان يلقط انفاسه، لكن العاصفة ما ادتلوش فرصة يرتاح. المركب بدأ يتقلب بعنف، وجسمه اللي كان تعبان جدا كان بيتحدف زي عروسة قماش وهو بيحاول يقاوم. محدش يعرف قد ايه مر وقت. ولما فاق اتصدم لما لقى شرخ جديد اتكون في المركب اللي لسه مصلحه. مية البحر كانت داخلة جوه الكابينة من غير توقف. بص حواليه بعيون يائسة وهو شايف الأمواج العملاقة مهددة إن هي هتغرق اليخت بالكامل. مفيش أي طريقة تقدر تنقذه وهو لوحده. قرر يسيب اليخت مؤقتا، ركب قارب النجاة واستنى العاصفة تهدى وهو متوتر، وفتح غطا قارب النجاة علشان يتأكد. ولما شاف اليخت لسه طافي فوق المية أخد نفس عميق وقال طول ما هو مغرقش لسه عندي فرصة إني أنقذه. بس بعدها غاص لتحت جوه الكابينة السفلية علشان يجيب مؤن أكتر، وكمان استرجع جهاز الإرسال للإشارة. بس لما هو أخيرا نقل كل حاجة على قارب النجاة محسش بالارتياح، بالعكس حس إنه هو قلقان قوي وحاسس إنه مفزوع أكتر. جهاز الإرسال كان غرق في المية وقت طويل، اتعطل تماما، وده معناه إنه محدش يعرف إنه موجود هناك. فرصة إن حد ينقذه دلوقتي بقت شبه صفر. الراجل طلع خريطة الملاحة على أمل يكون محظوظ ويقابل سفينة معدية. قفل خيمة قارب النجاة بالسحاب وقرر يريح شوية بالليل. لكن ازاي قارب نجاة هش يقدر ينجو من التدمير ده؟ بسرعة المية بدأت تتسرب لجوه، الأمواج بترتطم بالجناب ومية البحر اندفعت بسرعة شديدة جدا، والراجل استوعب ان هو هيغرق لو فضل جوه، فطلع فوق القارب المقلوب. كده هو بالعافية نجا من الموت. في البحر الكئيب الريح كانت بتعوي حواليه وهو ماسك راسه قاعد متقور من الألم مبلول للعظم، والعاصفة بتهد عليه بلا رحمة. ما كانش قدامه غير انه يدعي ان الكابوس ده يخلص قريب. الرعب واليأس بلعوه زي المحيط اللامتناهي اللي تحته. نفسه بقى سطحي جدا، قلبه كان بيدق بجنون، وجسمه استسلم واغمى عليه. تاني يوم الصبح لسه عايش، قعد في القارب مرهق بس بيتنفس، لكن ارتياحه ما استمرش كتير. مياه الشرب بتاعته اتلوثت بمية البحر، والجفاف دلوقتي بقى مهدد حياته. في اللحظة اليائسة دي هو
أظهر أعظم مهارة بقاء عنده. بنى مقطر شمسي باستخدام حاوية مية وكيس بلاستيك وعلبة ألمونيوم. عمل جهاز بيستغل ضوء الشمس علشان يبخر مية البحر ويكثفها تاني لمية عذبة. مشكلة المية اتحلت، لكن الأكل كان التحدي اللي بعده. لحسن حظه قدر يصطاد سمكة، بس في اللحظة دي ما كانش يقدر يتحرك بتهور علشان كان في مجموعة قروش بتلف حوالين القارب من تحت. بعدها بفترة الراجل لاحظ إن القارب انجرف ودخل ممر ملاحي للسفن. من النهار لليل شاف سفينتين بضائع بيعدوا قريب، ولع شعلات طوارئ وهو في قمة اليأس، لكن السفينتين دول عدوا عادي وما شافوش القارب الصغير. ودلوقتي الشعلات بتاعته بدأت تنطفي وتخلص. الراجل غرق في يأس عميق. في اليوم التاني حالته بقت حرجة، مفيش أكل، المية بالعافية موجودة ولسه مفيش أي علامة إن في إنقاذ. واجه أقصى اختبار للروح البشرية، وفي أظلم لحظة ليه كتب رسالة وداع وحطها في إزازة وقفلها. لكن بعد كده بالليل لمح ضوء خافت جاي من بعيد. استخدم صفحات ممزقة من دفتره وبقايا خرائط ملاحية وبنى نار إشارة صغيرة على القارب. النار مسكت بسرعة زيادة عن اللزوم، واللهب خرج عن السيطرة وابتلع القارب في ثواني. ملجأه الأخير اتدمر، ما كانش قدامه غير إنه يغوص تاني في البحر. وتحت المية حس إن قوته بتتلاشى، حس إنها النهاية. ولما كان بيغرق في الأعماق فجأة شاف هيكل سفينة فوقيه وكشاف بحث ساطع ماسح البحر. قعد يضرب برجليه ناحية السطح ومد إيده ناحية إيد كانت ممدودة لتحت في المية. لكن السؤال لسه باقي، هو فعلا تم إنقاذه ولا دي كانت آخر هلاوس واحد بيموت؟